خلينا نبداو اخويا العزيز واختي العزيزه هذه الحلقه بواحد السؤال. واش عمرك حسيتي بشي نهار من سائر الايام اللي كيدوزو في حياتك ان حياتك واقفه بلاصتها، خدام ولا كتقرا وهي اللي كتجري ولكن ما كاينينش نتائج؟ بحال الا جا شي واحد ويحرك لك داكشي اللي باغي من بلاصتو اللي انت قاعد كتسعى ليه وكتجاهد عليه كل نهار باش انك توصل له وتحققه، وكل شيء تبدل وانت باقي كتسنى ان كل شيء يرجع كما كان. ولكن الحقيقه اللي بغيت نقول لك، الهدف ديالك اللي انت باغي توصل له ولا داكشي اللي باغي تحققه مشى وما غيرجعش. ودابا غادي تجي تقول لي وشكون انت باش تجي تقول لي داكشي اللي باغي نحقق ونوصل ليه انك ما غتقدرش انك توصل ليه؟ اولا بعدا هدي شويه، انا ما قلتلكش ما غاديش توصل ليه، وانما قلت لك تحرك من بلاصتو وانت قادر انك توصل ليه وتحقق اي حاجه بغيتيها. وكل ما عليك ببساطه باش دير هذا الشيء وتحقق داكشي اللي بغيتي انك تتبعه، داكشي اللي بغيتي تحرك، فباش توصل ليه خصك تحرك معاه. يعني معادله بسيطه، ما كنظنش ان شي معادله معقده اللي في الماط ولا الفيزيك باش تعقد لك عقلك، ما علينا. ولكن في هذا الفيديو غادي نحكيو واحد القصه بسيطه ولكن كتحمل واحد المعنى اللي عميق بزاف. قصه ديال 4 الشخصيات صغار في وسط واحد المتاهه اللي كبيره، الهدف ديالهم كلهم انهم كيقلبوا على حاجه واحده وهو الجبن. ولكن اللي خاصك تعرف اخويا العزيز واختي العزيزه ان الجبن المقصود به في هذه القصه او المغزى منه حياتنا الواقعيه هو الهدف ديالك، الحاجه انت اللي باغي توصل ليها وتحققها. ممكن يكون شهرة، ممكن يكون حب، ممكن يكون مال اي فلوس، ممكن تكون علاقه، ممكن تكون وضعيه حسنه في المجتمع، ممكن تكون وظيفه انت باغي توظف فيها، اي حاجه انت باغي تحققها ولا توصل ليها وقاعد كتسعى ليها. هذا هو المغزى الدقيق ديال الجبن. وحنا في حياتنا عندنا بزاف ديال الجبن كلنا عارفين هادشي، فوجد لي راسك مزيان حيتاش من بعد هذا الفيديو غادي تغير طريقه تفكيرك لمدى حياتك كامله. يعني غالبا خصوصا اللي مكنتيش قريتي هذا الكتاب. شرح كتاب من الذي حرك قطعه الجبن الخاصه بي الكاتب سبنسر جونسون في هذا الفيديو. سير وجد لك شي حاجه تشربها باش تركز معايا مزيان، ولا ما كلت كذا انت من اللي كياكل وكيتفرج فيا وما نطولش عليك اكثر من هكا، فخلينا نبداو. السلام عليكم خوتي وخواتاتي ومرحبا بكم في قناه ساسوري فيكس، فين كتلعب وتستافد وتستمتع. وفي الشين كنقدموا محتوى شرح كتب وكنحاول ناخذ واحد الفائده ولا قيمه ونعطيوها لك بشكل بسيط وممتع. فاذا عجبك المحتوى ولقيتي انه كيتناسب معك شرفني بالاشتراك وانضم للعائله ديالنا. يعني معليش واقيلا تحمست اكثر من اللازم ولكن ماشي مشكل، اول فيديو ليا في اليوتيوب في هذه القناه يعني ماشي بشكل عام. شوف اخويا عزيز، باش ما تهربش من الفيديو بغيت نقول لك ان هذا الكتاب راه ماشي شي روايه اللي عاديه او لا شي كتاب اللي معقد كيهضر على النجاح اللي غيبرزطك، خليه عليه داكشي ديال القرايه بعيد. هذا الكتاب رغم البساطه ديالو والسلاسه ديالو عنده واحد القوه كبيره في التاثير على الناس، وهو اثر على حياه بزاف ديال الناس، وغالبا الا ما قريتيش انا متاكد انه غيغير لك حياتك، يعني خصوصا فكري، يعني ماشي شي حاجه اللي ماديه ملموسه. فالعنوان ديالو من الذي حرك قطعه الجبن الخاصه بي، والكاتب ديالو هو سبنسر جونسون اللي هو طبيب كاتب. وهذا الكتاب هذا صغير، فعدد الصفحات ديالو ما كيتعداش ل 100 صفحه، والكلمات ديالو باش تكتب هذا الكتاب بسيطه بزاف حتى انه ممكن وانت كتقرا تحس ان قصه ديال الدراري الصغار. راه بصح الكتاب كله عباره على واحد القصه، ولكن ورا كل صفحه كتلقى واحد الحكمه وواحد المعنى اللي عميق كترمز لشي حاجه في حياتنا الشخصيه. وباش تفهمني اكثر، هذا الكتاب هذا كيهضر على التغيير، على انواع واصناف ديال الناس اللي كيواجهوا التغيير، كيفاش كيتواجهوا مع التغيير. وكنظن هذا الشيء كافي بالنسبه باش انني نوصل لك الفكره ديال الكتاب. ويلا نبداو نيشان في القصه. تخيل معايا خويا العزيز واحد مجموعه ديال الشباب، ناس دراري وبنات، تجمعوا مع بعضياتهم من بعد واحد المده، وهاد الدراري هادو كانوا قراو مع بعضياتهم في الثانويه، يعني صحاب قدام. دازت الايام وعاودوا تجمعوا مع بعضياتهم اجتماع لي خفيف وبسيط باش يرجعوا الذكريات ويضحكوا مع راسهم. وهكا بدات القصه، غادي يبقاو يهضروا ما بيناتهم وينشطوا وياكلوا، عارفين الا تجمعتي مع صحابك كيفاش كتكون الاجواء. وطبعا حاليا هما كبار، يعني فاتوا الثانويه تقريبا فوت 5 سنين او 6 سنين، الوقت ما محددش، لكن ما علينا. فمن وسط هذا الحديث اللي هما قاعدين كيهضروا فيه وهذه الاجواء الممتعه، واحد الدري غادي ينوض وغادي يقول واحد الكلام غادي يغير المنعطف ديال الموضوع ديال الجلسه كامله اصلا. فغادي ينوض وغادي يقول لهم واش ما كتحسوش اننا تغيرنا بزاف وحياتنا كلنا تغيرات، وشحال من مره في حياتنا كل واحد فينا هنايا واجهته بزاف ديال التغييرات اللي صعيبه وما قدرش انه يتقبلها في حياته. وفعلا هنايا بحال قلتي هزيتي شي شراره هي ديك الشراره ديال النار ورميتيها،
بقات كتشعل. فناضوا الدراري مع صحابو اخرين يعني بقاو كيهضروا كيتجادلوا ما بيناتهم ان بصح التغيير صعيب، بحال من حاجه التغييرات في حياتنا صعيبه. فكاين مثلا اللي توظف ومشات للوظيفه ديالو، كاين اللي كانت عنده شي حاجه وخسرها، كاين اللي خسر شي واحد قريب ليه من العائله، وبزاف ديال الحوايج. فكنا كنعرفوا ان التغييرات كاينه في حياتنا بغينا ولا ما بغيناش. فواحد من هذه المجموعه هذه غادي ينوض وغادي يقول لهم واش عمركم سمعتوا القصه ديال من الذي حرك قطعه الجبن خاصه بي؟ فانا صحابو غيموتوا عليه بالضحك وغيشدوا فيه، غادي يقولوا له اش كتقول، اش دخل الجبن لحياتنا وعلى موضوع التغيير اللي اصلا حنا كنهضروا فيه؟ عارف الا شدوا صحابك عليك شي حاجه مشيتي فيها يعني ما يكون بعوانك، غادي يبقاو كيتقطقوا عليه وشادين فيه، ولكن غادي يقول لهم كنهضر معكم بصح. هاد القصه هذه اللي كتضحكوا عليها راه غيرت لي حياتي وغيرت حياه بزاف ديال الناس، ومنهم الموظفين اللي خدامين عندي في الشركه. فانا غادي ندخل لهم شويه الحس ديال الاثاره، شنو هو هاد القصه كاع. واحد من صحابو غادي يقول له حكي لنا هاد القصه، اساسا انا كيعجبني الجو. والله شوف انت عاد التفكير، قال له حكي لنا القصه حتى انا كيعجبني الجو. شنو دير؟ فانا غادي يبقى يسرد عليهم القصه. وباش تفهم الكتاب راه عباره على قصه ورا قصه، والكاتب براسو كتبها قبل ما يبدا يسرد القصه اللي غنقص لكم دابا. القصه اللي غنقص لكم دابا زوينه، كتب في العنوان قصه ما وراء القصه، واللي كيقصد به ان قبل ما يقص القصه ديال من الذي حرك قطعه الجبل الخاصه بي، هذا الاجتماع هذا اللي كان مجموع عباره على قصه، والقصه اللي غتشرفوا في هذا الاجتماع قصه. صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف. لا سمى قصه ما وراء القصه. عارف ان هذه فلسفه زايده عندي، ولكن ماشي مشكل يدوز علي. فتخيل معايا دابا واحد المتاهه اللي كبيره اللي في واحد العالم اللي غريب، كاينين بزاف ديال الممرات وبزاف ديال البيبان اللي مسدودين، وكاين بزاف ديال الروائح والاصوات وغيرها من الحوايج، ولكن هذا الشيء كله كيدور على حاجه وحده اللي هو الجبن. فوسط هذه المتاهه كاينين 4 ديال الشخصيات صغار، 2 فيران و2 اقزام، وهاد 2 اقزام طبعا بشر يعني ما بغيت تفكر بزاف. كل واحد من هاد 4 عنده طريقه خاصه كيفاش كيقلب على الجبن ديالو وكيفاش كيواجه التغيير. وكما قلت الشخصيات عباره على 2 ديال الفيران سنيف وسكوري، و2 ديال الاقزام اللي هما هيم وها. سنيف هو واحد الفار اللي صغير ولكن نيفو كبير وكيشم به من بعيد الريحه ديال الجبن. اما سكوري هو فار صغير ولكن ما عندوش نيف كبير بحال سنيف، وانما هذا عزيز عليه الجرى، يعني عنده مع الجرى كيجري دغيا قدام. والشخصيه الثالثه اللي هو هاو، وهاو تمثلت الشخصيه ديالو في واحد الشخص اللي حتى هو كاي بشر عادي كيخاف من التغيير في الاول، ولكن مع الوقت كيبقى يتماشى معه وكيعرف ان التغيير كاين في الحياه وضروري من ان الشخص حتى هو خصو يتغير. والشخصيه الرابعه اللي هو هيم، اللي كيمثل بنادم اللي راسو قاصح وما كيبغيش يتقبل الحقيقه، يعني بشكل عام هذه هي تفاصيل ديال شخصيته من الاخر. دابا بغيتك توقف مع راسك، توقف مع راسك ما عرفتش كيفاش، ولكن المهم وتصور راسك واحد السؤال: شكون من هاد الشخصيات الربعه اللي كيشبه ليك؟ غالبا ما غيكونش شي واحد فيهم كيشبه ليك، ولكن باش تجاوب مزيان خلي حتى الاخر ديال الحلقه. حيتاش علاش في وسط القصه غادي نزيدو نعرفوا التفاصيل ديال كل شخصيه من هاد الشخصيات اللي عطيتك انا حاليا. تقدر تقول انهم رؤوس اقلام وصافي، القصه اللي غتوضح لنا كلشي. فهاد الشخصيات الربعه اخويا العزيز واختي العزيزه كان عندهم واحد الروتين، انهم كل نهار في الصباح بكري كيفيقوا وكيلبسوا صباطهم وكيدخلوا للمتاهه وكيبقاو يقلبوا على الجبن وسط دوك الطرقات اللي خطيره والممرات والبيبان المسدودين. يعني المتاهه ماشي شي حاجه اللي امنه 100%، كانوا كيضطروا انهم يدخلوا هاد المتاهه باش يقلبوا على الجبن باش باش ياكلوه. فكانوا كل نهار كيفيقوا الصباح بكري ويلبسوا صباطهم ويدخلوا المتاهه ويبقاو يقلبوا على الجبن، فاش كيقرب الليل كيرجعوا لديورهم، حتى الا طاحت الظلمه وهما مازالين في المتاهه ما غيعرفوش الطريق وما يقدروش يرجعوا للدار. هذا هو الروتين ديالهم اللي كان ببساطه. ولكن في واحد اليوم من الايامات العاديه غادي ينوضوا الصباح وغيلبسوا صباطهم وغيدخلوا يبقى يقلبوا في وسط المتاهه، فاذا بهم غادي يطيحوا في واحد المحطه اللي كتسمى المحطه سي، اللي غادي يلقاو فيها بزاف ديال الجبن، يعني واحد الكميه كبيره ما عمر سبق ليهم شافوا بحالها، يعني فيها واحد الجبن اللي كثير، يعني الكميه ديالو كبيره، واحد النوع فريد ما عمرهم شافوا بحاله. باش نوضح ليك حيت نسيت ما قلت لك انهم كانوا كيتفرقوا على 2، الفيران كانوا كيمشيو بوحدهم و2 الاقزام كانوا كيمشيو بوحدهم، الفار مع خوه والقازم مع خوه، ماشي خوت يعني باش نشرح لك. فكان اول وحدين غادي يوصلوا لهاد المحطه سي اللي هما الفيران. انا فايت لي قلت لك ان سنيف كان عنده واحد النيف اللي كبير، فشم ريحه الجبن ومشاو لهاد المحطه، فدخلوا المحطه وكاي فيران ما كيفكروش ابدا، دخلوا بداو كياكلوا الجبن، ما بقاوش قايلين واو واش هاد الشيء، وشوف كنا كنتهاتفوا على بعض الفوتات ديال الجبن حتى لقينا واحد الكميه الجبن اللي كبيره ما مصرناش عليهم هادشي. دخل نقول بسم الله وكل. ولكن فاش غادي يجيو خوتنا هيم وها
القزمين غادي يدخلوا للمتاع وغادي يشوفوا داك الجبن قدامهم، ما غاديش يتيقوا. اش هاد الشيء كميه ديال الجبن اللي كبيره ونوع ما عمرناش شفنا بحالو، ما يمكنش بجد. ما كثرتهم جوعانين حتى ما غادي يدخلوا غادي يبداو ياكلوا، من بعد ما غياكلوا غيلقاو ان مازال كاينه واحد الكميه اللي كبيره ديال بصح، غادي يمشيو غادي يكتبوا في الحيط. اخيرا لقينا الجبن ديالنا، حتى الشومه يعني كانوا والفين انهم كيكتبوا في الحيوط ديال الممرات اللي كيدوزوا فيها. فالشاهد اللي بغيت نوصل ليك ان هذه المحطه اللي لقاوها غادي تولي مألوفه عندهم، وغتولي عندهم بحال الكومفورت زون، يعني منطقه الراحه، يعني غادي يولفوها اكثر من القياس. احنا عارفين ان غالبا ما خصكش تربي الكبده على شي حال، حيت كل شيء ممكن يمشي وممكن يتغير، وما يما علينا انا جايكم في الطريق. فكما قلت لك قبل كانوا كينوضوا بكري وكيلبسوا صباطهم وكيدخلوا يقلبوا على الجبن، حيت هما عارفين اصلا واش غادي يلقاو شي جبن اللي ياكلوه ولا لا. فمن بعد ما غدوز واحد اليامات ديال انهم كل نهار كيفيقوا بكري وكيلبسوا صباطهم كيدخلوا ممرات وكيبقاو يقلبوا على هذه المحطه هذه بالضبط، حيت شي واحد الكميه اللي كبيره، حيت صعيب عليهم انهم يحفظوا الطريق في الاول. من بعد واحد المده حفظوا الطريق ولات عندهم الامور بشكل ايزي. الفيران بقاو كما كانوا كيفيقوا كل نهار الصباح بكري وكيدخلوا كيبقاو يقلبوا حتى كيلقاو المحطه سي وكيبقاو ياكلوا. ولكن خوتنا القزمين لا، من بعد ما دازت واحد المده مشى هذاك الروتين ديال نفيق بكري. علاش غادي نفيق بكري؟ محطه سي كاينه وكاين فيها واحد الجبن اللي كافينا ووافين، ما يحتاج انني نوض بكري. فولاو كينوضوا معطلين، وحتى صباطاتهم ما بقاوش كيلبسوهم، حيت ديك الصباطات يمكن تقول انهم خاصه ديال الجري، يعني باش يبقاو يجريو ويقلبوا على الجبن، عوض انهم ما يبقاو يمشيو كيجريو كما كانوا قبل، ولاو كيمشيو وما كيتمشاو وكيهضروا ما بيناتهم حتى كيوصلوا لمحطه سي وكيجلسوا كيتجبدوا كيرتاحوا وكيبقاو يهضروا ما بيناتهم وكياكلوا الجبن. فغادي تبقى الحاله على هاد الايام مده من الزمن لواحد المده ديال الوقت، ولكن كما كيقول المثل دوام الحال من المحال، وحتى حاجه ما كدوم. غادي يجي واحد النهار وكل شيء فيه غادي يمشي، وغادي يجي واحد النهار والتغيير غادي يجي، وممكن التغيير يكون الاثر ديالو كبير بزاف. داكشي علاش خصنا نكونوا مستعدين للتغيير. اي حاجه عندك في حياتك خصك تكون مستعد ليها، مستعد للتغيير انه يجيك. عندك تليفون خايف انه يضيع ولا يخسر لك، ممكن يضيع، ممكن يمشي، ممكن يخسر. عندك بلي عشيقك مستحيل يضيع، لا ممكن يضيع. يعني بعيد الشر عليك ان شاء الله، ولكن خصك تحط في بالك ان اي حاجه عزيزه عليك، وانا كنضرب امثله وانت يمكن لك تضرب الامثله على اي حاجه عندك في حياتك انت مرتاح من ناحيتها وفرحان حيت عندك، ولكن كاين احتماليه انها تضيع ولا تمشي. داكشي علاش قلنا ان التغيير كاين، خصنا نكونوا واجدين لراسنا لهذا التغيير. وغادي تفهم علاش قلت لك هذا الشيء دابا شويه. فمع مرور الوقت سنيف سكوري، خصوصا سنيف اللي كيشم، غادي يكونوا في المحطه سي وغادي يقول صاحبو سكوري انا كنشم ان الريحه ديال الجبن ولات كتحمر، وكما كنشوفوا ان الجبن ما بقاتش فيه نفس الكميه اللي كانت فيه في الاول، وهذا الشيء طبيعي حيت اصلا كياكلوا فيه. ولكن بكثره خوتنا هموها ومرتاحوا لهذه المنطقه هذه ما كانوش منتبهين بان الجبن قاعد كيتناقص وقاعد كينقص شويه بشويه. فسنيف غادي يقول سكوري خصنا نكونوا واجدين، فممكن يجي شي نهار ونجيو لهذه المحطه وما لقاوش الجبن، وممكن الجبن يسالي. خصنا نكونوا مستعدين ومتقبلين هذا الشيء باش اننا نبداو نجريو من جديد، نقلبوا في المتاعات جداد، ونقلبوا عاوتاني في المتاع على شي جبن اخر. فهذه بعدا كانوا حاطينها في بالهم. اما خوتنا هموها والله يعطيهم الصحه كانوا مرتاحين وكياكلوا وضاربين الدنيا، ما رافدينش ليه النهائي. اش غادي يمشي الجبن كاين وفيه كميه كبيره وما عمرها غتسالي وغتبقى. وهذه المنطقه سي هي المنطقه ديالنا، ولكن اللي ما عارفينوش انا كاينين بزاف ديال الحوايج اللي كتسناو. فغادي يجي واحد النهار وغادي يمشي سنيف وسكوري كما قلت لكم كيفيقوا بكري وهما اللي كيسبقوا المحطه، وانفو غادي يوصلوا للمحطه وغادي يحطوا رجليهم الاولى غادي يشوفوا ان الجبن ما كاينش، ما بقاش. وكما قلت لكم ما كانوا واجدين لهذا الشيء، يعني ما تفاجئوش بشكل كبير. انفو كيقلبوا لقاو الجبن ما كاينش، نيشان بدلوا الطريق ورجعوا عاوتاني نفس السيناريو القديم، انك تبقى تقلب في وسط المتاع باش تلقى بعض الفتات ديال الجبن اللي تاكل. يعني ما بقاش مردين راسهم بالاسئله علاش وكيفاش مشى هذا الجبن وعلاش وقع لينا هذا الشيء والحياه ماشي عادله وعلاش تزادينا حنا هنايا. راك عرفني علاش قلت هذا الشيء. لا ما عندوش ما داكش. لقاو الجبن مشى الله يعاونو، خصنا حتى حنا نمشيو ونبدلوا البلاصه باش نلقاو الجبن جديد. فشوف لي العقليه انا كيفاش. وهنا الكاتب راه بغى يوصل لك واحد الرسائل اللي مخفيه، فانت كتقرا خويا ما تاخذهاش على انها قصه بشكل 100%. خصك تعرف ان كاينين رسائل اللي مخبيه وخصك تجبد دوك الرسائل باش تفهمها واش كيمعني هذا الشيء. اما هموها وغادي ينوضوا معطلين، غادي ينوضوا مرتاحين مطمئنين، يلبسوا حويجاتهم يلبسوا صباطهم يخرجوا في الطريق ويبداو كيتمشوا مع بعضياتهم حتى كيوصلوا لمحطه. واذا بهم غادي يلقاو المفاجاه، غادي يلقاو ان الجبن اللي كانوا تايقين فيه اكثر من القياس والشاهد انه ماشي بوحدهم اللي كانوا طايحين على هذه المحطه، يعني ماشي القزمين بجوج والفيران، يعني كانوا شي وحدين اخرين اللي كيجيو لهذه المحطه وكياكلوا منها لانهم تصدموا حيت لقاوها خاويه. خصوصا باش تركز لي على فهم ما غايتقبلش هذه الحقيقه،
انفو غادي يوصل، ما غاديش يلقى الجبن ديالو، غادي يقول كيفاش كي دار مشى هذا الجبن، وغادي يبقى يغوت بواحد الصوت اللي عالي، فين مشى الجبن ديالي، فين مشى الجبن ديالي، فين مشى الجبن ديالي. وانا الكاتب غادي يقول واحد المقوله اللي عجبتني، غادي يقول لك هم قاعد كيغوت على اساس ان شي واحد غادي يجي وغادي يرجع ليه الجبن ديالو كما كان. هادشي ضرب الخيال والمستحيل، حاجه الا مشات ما غترجع. التغيير ماشي شي حاجه اخرى، شي حاجه اخرى ممكن انني حاليا مثلا نديرها كرسي بيت نمشي ونعاود نرجع، يعني ما كاينش مشكل. ما عليك الثقافه ديالي خلينا نكمل. فهنايا غادي يبقاو يقلبوا في وسط المحطه ويشوفوا هنايا وهنايا، ولكن بالتاكيد ما لقاو حتى شي حاجه، والجبن مشى ما كاينش حتى هي ما تقلب عليه. وغادي يبقاو يهضروا ما بيناتهم ويتغاوتوا، وفين مشى هذا الجبن وكذا حتى تسالى، وعلاش وقع لنا هذا الشيء، وهذا الشيء ماشي عادل. وانت عارف من الاسباب، وانت عارف ان بزاف ديال هاد النوعيه ديال الناس كاينه في الحياه ديالنا، اللي كيبقى يلوم في الناس وفي الظروف وفي كل شيء الا راسو، مستحيل يلوم راسو. كتعرف مستحيل الله يبعدنا على هاد الناس، وحنا شخصيا الله يبعدنا اننا نكونوا منهم. فدازت الايامات وهيم باقي معاها وكيشوفوا في بعضياتهم، وكل نهار كيفيقوا وكيمشيو للمحطه سي على امل زعما شي نهار غادي يجيو وغادي يلقاو على الجبن نرجع. حنا يلاه قبل شويه قلنا لنا الحاجه اللي مشات ما غاترجعش، والتغيير الا جا ودحى يعني باي باي، يعني ضروري حتى انت خصك تنوض والتغيير وتواكب هذا التغيير. نسمح لي نخرج على القصه ونعطيك واحد المثال. شحال هادي اللي بغى يدير الفلوس تكون عنده واحد الارض زراعيه ويزرع فيها، من مور ما يزرع كيبدا يبيع، وهادو هما الاشخاص والناس اللي كانوا اثرياء شحال هادي. ولكن من بعد هذا العصر تغير هذا الشيء، وجا العصر ديال الصناعه، اللي عنده مصانع هو اللي كتعتبر رجل ثري وعنده الفلوس. واليوم ما عرفتش ندوي، اللي عنده الفلوس والثري هو اللي كيعرف كيفاش يتعامل مع المعلومات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، واللي عارف يتحكم في هذا الشيء هو اللي غادي يولي عنده الفلوس. حتى الزمان كيتغير والقواعد كتغير، وحتى انت خصك تغير، الا ما تغيرتيش غتهلك. فمن مورا ما دازت الايامات هنايا ها وغادي يبقى يتعصب، وغادي يبقى يدخلوا شويه ديال الامل، ويعني بسيط الامل، وغادي يقول لهم اننا ما خصناش نبقاو على هذه الوضعيه. حنا لينا اصلا ايام كنفيقوا كل نهار وكنجيو لهاد المحطه ما كنلقاو والو، وما كناكلوا حتى شي حاجه كل نهار. الطاقه ديالنا بدات كتمشي والجهد ما بقاش. داكشي علاش ضروري خصنا نوضوا ونقلبوا على جبن جديد في وسط المتاع. فهنا غادي يوقف ليه هم وغادي يقول له واش من نيتك باغي تعاود تدخلنا في داك الخطر، وندخلوا نبقاو نقلبوا على بعض ديال الفتات ديال الجبن في متاهه اللي كبيره وفيها مرات مسدوده وبزاف ديال الحوايج اللي خطيره ما معروفاش. في الاخر هم طر على هاو، يعني هاو كان عنده شويه ديال الامل، ولكن هم قتلوه جروا معاه وبقى خليه جالس معاه. فتقدر تقول ان هاو خاف، وبصح خاف انه يرجع لديك الوضعيه ديال انه ينوض كل صباح ويبقى يقلب على الجبن، هو ما عارفش راسو اصلا واش غادي يلقاه ولا ما غيلقاه. عاوتاني غادي تعاود دوز واحد الايامات، واخيرا غادي ينوض هم وغادي يقول لصاحبو هاو شوف ممكن الجبن ما كاينش في المحطه سي. فانا هاو غادي يقول واخيرا هم قرر انه يغير من التفكير ديالو، وعرف ان التغيير وقع وخصنا حتى حنا نتغير. ولكن للاسف هم ما تغيرش، وانما شوف التفكير وقوه التحليل ما شاء الله كيفاش دايره. غادي يقول له شوف الجبن ما كاينش في وسط محطه سي، غالبا ما غيكونوا هزوا الجبن وحطوه ورا الحيط ديال المحطه، يعني الا تقبنا الحيط نقدروا نلقاو الجبن. فالشاهد انا مسكين هاو غادي يشدوا الاكتئاب، ولكن مع ذلك غادي يدير داكشي اللي قال له هم. غادي ينوضوا هو وياه وغادي يهزوا المعدات ديال الحفير، وغادي يبقاو يحفروا في الحيط. بطبيعه الحال نظرا لانهم ما كلاوش من المده هذه ما كانش عندهم الجهد، فكانوا كيحفروا شويه وكيرجعوا في الليل. استمر هذا الشيء لمده تقريبا 3 ايام، واخيرا هرسوا الحيط، وحيت هرسوه فرحوا ودخلوا ريسوم هكا وبقاو كيطلقوا يشوفوا لا، ولكن كاين حتى شي جبن. يعني داكشي كامل اللي درتي تضرب في الزيرو والجبن ما كاينش. شوف اخويا الجبن مشى، وباش تلقاه خصك تمشي معاه، غالبا غتلقى الحد دعا فيهم. ولكن مع انه ما لقاوش، وحيت ما لقاوش الجبن هم مازال مصر انه غادي يبقى جالس في هذيك المحطه. تيجي النهار اللي غيرجع فيه هذا الجبن، يعني كيمثل واحد الشخصيه اللي راسو ماشي قاصح، اللي ما كيتقبلش التغيير. وقسما بالله حتى كنعرف شي ناس في حياتي اللي دايرين بحالو ما كيتقبلوش انهم يتغيروا نهائيا. الحاجه ممكن تكون خدامه البارح ولكن اليوم ما خداماش، فهذه قاعده خصك تحطها في راسك. ففي الاخر واخيرا هاو غادي ينوض، غادي يكونوا جالسين هو وهم في وسط المحطه سي، وغادي ينوض وغادي يبقى يضحك على راسه. غادي يبقى يقول كيفاش جلست هذه المده كامله كنعاود نفس الروتين كل نهار، كنوض وكنرجع للمحطه وكنبقى نسير النهار كامل في المحطه جالس ما كندير والو، على امل انه هوبا يجي ويطيح عليا الجبن من السماء ويرجع كما مشى. قال كيفاش دز في هادشي. وانا غادي يبقى يضحك على راسو، وغادي يقرر انه يرجع الروتين القديم، انه ينوض الصباح ويلبس صباطو ديال الجراء ويدخل في المتاع ويبقى يقلب في المتاع واخا انها خطيره. فهم هنا عاوتاني غادي يحاول انه يرمي الصناره ويجرها، ولكن هذه المره الصناره ما غتلصقش فيها وانما غطيح. غادي يقول له انا مقرر ومصمم على انني نخرج، فاحسن لك انك تنوض معايا وخلينا ندخلوا المتاع ونقلبوا على الجبن. وغادي يقول له اننا اصلا
اصلا باش ندخلوا ونقلبوا في وسط المتاهه كاين واحد الامل ديال اننا نلقاو الجبن، على ان نبقاو جالسين هنا لنسبه ديال الامل اللي نلقاو فيه الجبن زيرو. ولكن واخا هكا كيهم كما قلت لك راسو قاس وغادي يبقى. فهنايا هاو بقى فيه صاحبو هيم، ولكن مع ذلك عرف راسو الا بقى غادي يمشي فيها، فقرر انه يخرج. فقبل ما يخرج من المحطه سي كان قدام المحطه سي واحد الحيط اللي كبير، فغادي يهز واحد الطوبه يعني حجره وغادي يكتب فيها واحد الحاجه اللي بغا هيم يشوفها على اساس انها تحرك فيه شويه ديال المشاعر، وغادي يكتب له الا ما تغيرتيش ممكن انك تهلك، وبالعربيه ان لم تتغير من الممكن ان تهلك. كنظن يلا شويه قلتها ياك، راه بصح الا جات تغيير وما تغيرتيش غالبا ممكن تهلك. فمن مورا هاو دخل المتاهه وبدا رحلة البحث من جديد على الجبن. وتفكر معايا دوك الفيران بان لي نسيتيهم ياك، يعني سنيف وسكوري، يعني من مده وما خرجوا. الحاجه اللي ضحات لهم انهم فعلا كانوا كيلقاو شويه ديال الجبن يعني فتات وكيهزوا ياكلوه وكيكملوا في الطريق. حتى لواحد النهار غادي يدخلوا غادي يلقاو واحد المحطه اللي خليني نسميها المحطه زد. واحد المحطه الا قلت لك ان المحطه سي المغرب، فالمحطه زد غتكون افريقيا، يعني الدوبل ديال الكميه ديال داكشي اللي لقاو. واحد الجبن اللي اللون ديالو براق يعني كيلمع فاش كتشوفو. انهم دخلوا وبقاو كياكلوا كما العاده، هما ما كيفكروش بزاف. فهاو يلا غادي يبدا الرحله ديالو وغادي يبقى يقلب حيت اش طولت غادي نحاول ان نختصر عليه. فمن وسط هو كيقلب كيمشي في اليمين ويعاود يدور على اليسار ويمشي فوق وينزل تحت، فقاعد كيقلب وبالفعل كان كيلقى شويه ديال الجبن وكياكلوا. وفاش لقى واحد الكميه اللي بسيطه نقدر نقولوا بسيطه يعني، هزها معاه ورجع لعند صاحبو هيد باش يقول له شوف كاين شويه ديال الجبن، على الاخر خلينا نبقاو ناكلوا حتى نلقاو شي محطه اللي جديده، على امل شنو الله صاحبو هيم يتغير ويمشي معاه. شوف الصحبه كيفاش دايره. ولكن للاسف مع هذا الشيء هيم ما غايتغير، يعني صافي سالين هذا نسى عليه. فهاو هنا غادي يبقى فيه صاحبو هيم ديال بصح، ولكن غادي يعاود يرجع وغادي يبقى يقلب في وسط المتاهه. وبالفعل يعني الرحله ديالها ما كانتش سهله، كان كيطيح وكيخاف وكيشعر بالوحده انه بوحدو، دازو عليه بزاف ديال الحوايج اللي صعاب. ولكن اثناء الرحله ديالو كان كيكتب بزاف ديال الحوايج في الحيوطه. وعلى سبيل المثال الحوايج اللي كتبهم، كل ما كنتي كتحرك بكري كل ما كنتي كتلقى الجبن بكري. والخوف كاين غير في راسك وما كاينش في المتاهه. تصور ديال انك تلقى جبن جديد كيخليك فعلا انك تلقى جبن جديد. وهذا نقدروا نسبوه لواحد القانون اللي كتسمى قانون الجذب، يعني هذا حاجه اخرى تماما ما دخلاتش في هذا الموضوع. فقبل ما نكمل القصه ديالي خويا العزيز واختي اللي بغيت نسولكم واحد السؤال الا سمحتوا لي طبعا. شحال من مره في حياتك وقع لك بحال هيم خصوصا يعني الشخص اللي مبغاش يتغير؟ كانت عندك شي حاجه ومشات، ولا خسرتي شي حاجه، ولا شي شخص صاحبك ولا ايا كان، يعني شي حاجه تبدلات في حياتك وانت ما تقبلتيش هذا التغيير، وبقيتي كتلوم الظروف وتلوم الناس وتلوم كل شيء بلا ما تلوم راسك، ما حاولتيش انك تجارى وتتماشى مع هذا التغيير. غالبا كلنا وقع في هذا المشكل، واول واحد منهم انا. فاذا كان بصح نزل الكومونتير وشارك معايا التجربه ديالك، يعني ممكن نستافدوا، نحاول نفيدوك ونستافدوا في نفس الوقت. فاخونا هاو وهو كيقلب في المتاهه واخيرا من بعد مده غادي يطيح في المحطه زد اللي كانوا طاحوا فيها الفيران سنيف وسكوري. وانفو غادي يدخلوا غادي يشوف ديك الكميه ديال الجبن اللي تقدر تقول انها متشكله على شكل جبل، والجبن فيه اللون ديالو براق كيلمع، كتشوفها كمية كتشوفو كيلمع بحال شي الماس هكا محطوطه من بعيد. فغادي يدور على يمينه غادي يلقى سنيف وسكوري جالسين شابعين كروشهم وجالسين مرتاحين. فغادي يلقي لهم التحيه وغادي يدخل مباشره يبقى ياكل حيتاش كان فيه الجوع مسكين. واثناء ما هو كياكل غادي يجلس وغادي يبقى يتامل مع راسه وغادي يقول واحد المقوله، غادي يقول انا تبدلت ماشي حيت لقيت الجبن، حيتاش قررت انني نوض ونبدا نقلب على راسي من جديد ونقلب على الجبن مره اخرى، حيتاش واجهت الخوف ديالي من هذا التغيير. فمن مورا غادي يبقى ياكلها وحتى غادي يجلس وهو كيتامل في هذه الكميه ديال الجبن الكبيره واللون ديالو اللي كيخليك تسهى. حتى اذا به غادي يبقى يسمع واحد الصوت كيقرب منه وكيشبه الصوت ديال شي واحد كيتمشى، وهنا غادي يظن ان صاحبه هيم، واصلا هو كان كيدعي ان هيم يجي شي نهار وانه يتغير ويخلط عليه. فانفو غادي وجه راسو على باب ديال المتاهه. Could it be him? Ha hoped, as he had many times before, that his friend was finally able to move to the new cheese and enjoy it. ديال المتاهه غتسالي القصه. انا عارف دابا بغيت لا عليه صباط ولكن ماشي مشكل فعليا لا بصح حتى هاد القصه. وهنايا غادي تسالي القصه ديال هذا الكتاب، وهنا غادي يسالي الكتاب. يعني النهايه نقدر نقولوا ان الكاتب خلاه مفتوح نظرا حيت بغانا نفهموا شي رسائل اللي خفيه من هذا الكتاب. وهذا الكتاب غالبا الا ما قدرتش انك تفهمه من المره الاولى خصك تقراه المره الثانيه، وخصك تقراه بواحد التركيز، يعني تكون بوحدك وتقراه وانت مركز. ما تقراش انت اخوك الصغير جالس كيصدعك حداك والصوت ديال الجيران مفرقع في الزنقه، غادي يحتاج انك تكون شويه مركز معاه وصافي.
يعني ماشي حاجه اللي كبيره. ولكن الخبر صار انه كاين واحد الكتاب اللي هو كتعتبر التكمله ديال الكتاب والتكمله ديال القصه اللي غادي نشوفوا فيه واخيرا، اللي ممكن نشوفوا فيه اشنو غادي يدير هين. والى هنايا غادي نكون اكتفيت بالشرح ديال هذا الكتاب وهذه القصه، ولكن ما غاديش نشرحوه حاليا، غادي نخليوه لحلقه اخرى ان شاء الله. فكما قلت هنايا غادي يكون سال الكتاب، فخليني انا وياك دابا نحاولوا ناخذوا الحوايج الاساسيه اللي بغى يوصل لهم لنا هذا الكتاب. خصك تعرف ان القصه كانت فيها واحد الرموز، وهذا الرموز هي حوايج كترمز للحياه ديالنا. فمثلا هذه المتاهه هذه الكبيره اللي مليئه بالمخاطر كترمز للحياه ديالنا، وهذه الممرات والطرق اللي فيهم بزاف ديال الحوايج كيخلعوا، وهذه الممرات والطرق والبيبان المسدودين كيرمزوا للدوله اللي كنعيشوا فيها مع الاماكن والمدينه بالضبط، يعني البلايص اللي كنعيشوا فيها بالذات وبالتدقيق. والجبن كيرمز للحاجه اللي كنسعاو ليها او للهدف اللي باغيين نحققوه او للاحلام اللي باغيين اننا نحققوها. وسنيف وسكوري وهيرم وهاو كيمثلوا الشخصيات الربعه والانواع والاصناف الربعه ديال الناس كيفاش كيواجهوا التغيير. يعني الا شفنا الشخصيه ديال سنيف وسكوري اللي هما من واحد النوع اللي كيشوفوا ان التغيير جايهم، كيعرفوا ان التغيير جاي وان التغيير كاين في الحياه ولا بد منه، وكيتماشاو مع التغيير وكيتقبلوه. وكاين النوع الثالث اللي هو هاو اللي في الاول كيكون خايف من التغيير، ولا وقع عليه كيتأزم شويه، ولكن مع الوقت كيتماشى مع التغيير وكيكمل طريقه. هو النوع اللي كيتقال عليه تصل متاخرا خير من الا تصل ابدا بالضبط. اما النوع الاخر اللي هو هيم اللي كيمثل الناس اللي ما كيتقبلوش فكره التغيير، ولا جا عليهم شي تغيير في حياتهم ما كيتقبلوش وكيبقاو يلوموا الظروف ويلوموا الناس ويلوموا الواقع وبدون ما يلوموا ريوسهم. يعني مستحيل يقول لك ان المشكل كاين فيا. فاخويا العزيز واختي العزيزه، الحاجه اللي بغيتك تعرفها ان التغيير كاين في حياتك وكاين في حياتي حتى انا وكاين في حياتنا كلنا. كاين بزاف ديال التغييرات اللي كنواجهها في حياتنا. ممكن نخسر شي حاجه اللي كنبغيوها، ممكن يجي شي ظرف اللي صعيب، ممكن نواجه شي حاله اللي ما كناش متوقعينها. كاين اللي كيدخل وظيفه وكيتطرد منها، كاين اللي الله يستر كيجيه شي مرض، كاين اللي كيموت ليه شي واحد قريب ليه. يعني بزاف ديال التغييرات اللي كتجي عندنا في حياتنا، ولكن حنا ما مرنينش يعني نقدروا اننا نتماشاو مع التغييرات. غالبا غادي نواجهوا شي حاجه اللي صعيبه، وحرفيا كما قالوها في الكتاب الا ما تغيرتيش ممكن انك تهلك. تخيل معايا واحد جيتو دابا وقلت له انك خصك تتعلم على الاي اي الذكاء الاصطناعي، خصك تتعلم كيفاش تخدم البيسي والتليفونات وتخدم التكنولوجيا باش تعيش من هنا لقدام، ويجي عندي ويقول لي لا انا ما محتاجش وغادي نعيش مرتاح وبخير من هنا لقدام. فغالبا غتشوفوا غتقول هذا انسان ما يمكنش اش كيخرب، لاننا كلنا عارفين من هنا لقدام ان شاء الله الا استمرت الحياه كلشي غادي يكون متوقف على التكنولوجيا والعصر الرقمي وعلى الاي اي والذكاء الاصطناعي. يعني ضروري اننا نتماشاو مع التغيير ونتقبلوه حيت كاين رغما عن انفنا، يعني بغينا ولا ما بغيناش. وكما كتشوف انه ممكن هذا الشخص يكون نقدروا نقولوا انه معكس في عقله، انت وحتى انا وبزاف منا كيكون معكس في عقل فاش كيواجه شي تغييرات. فاللي نبغيه منك ممكن انك تكون في الاول النوع ديال هاو هو الشائع غالبا اللي كتوقع ليه شي حاجه في حياته خايبه مثلا ولا شي تغيير اللي صعيب وما كيتقبلوش ولكن كيولي يتماشى معاه في الاول. فانا بغيتك تكون كهاو ولكن تسعى انك تولي كسنيف وسكوري، انك تشوف التغيير بعينك جاي وانت تاخذ المبادره وزينه الامور وتاخذ الخطوه الاولى تجاه هذا التغيير، وانت تقرر انك تمشي عند هذا التغيير وما تستناش بلاصتك حتى يجي واحد. فلا خدينا مثلا انا على سبيل المثال انا كنت باغي نفتح محتوى ديال شرح الكتب من شي حال هذه، والصراحه كانت عندي بزاف ديال المشاكل نقدروا نقولوا منها مشاكل ماديه اللي ما تسمحليش انني نبدا هذا المحتوى. ما كان عندي لا اضاءات، ما كان عندي لا تليفون لا كاميرا لا ميكروفون حتى حاجه، وانا واحد الشخص اللي كيعشق يوتيوب وكيعشق صناعه المحتوى. وقبل عامين اكتشفت انني كنعشق الكتب ونقرا الكتب، او لا بشكل اخر كيعجبني انني ناخذ المعلومه من الكتب. ومن بعد اكتشفت انني كيعجبني نشرح الكتب، ومن بعد هذه المده كامله واخيرا قررت انني نبدا محتوى شرح الكتب، وهذا اول حلقه واول فيديو لي في اليوتيوب. فنتمنى انك تدعمني. فالرساله الاخرى اللي بغيت انني نوجهها لك اخويا العزيز او اختي العزيزه، التغيير كاين في حياتك وخصك انك تقبله وخصك انك تتماشى معه، ما خصكش انك تعكس معه، حيت التغيير اللي ما تماشيتيش معه ممكن انه يقتلك وانت واقع، وما لا يتغير يهلك. وهذا الشيء باش غادي نختم الفيديو. احنا هنا نكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه، ولكن قبل ما انني ننسى الحلقه بغيت نشكرك من اعماق قلبي وبزاف على وقتك الثمين اللي عطيتيه لي وعلى تركيزك العالي طول الفيديو. وفريمون شكرا لك بزاف اخويا واختي العزيزه حتى كملتي الفيديو حتى لحد هذه اللحظه. وغالبا ان الشخص اللي كمل الفيديو حتى لهذا الاخر هو ناوي انه يطور حياته، وانت قادر انك تحقق اي حاجه في حياتك، بالدليل انك قاعد كتسعى باش تغير وتطور من الحاله ديالك وتعيش واحد اللايف اللي انت كتستحقها. فاذا عجبك الفيديو لقيتي انه فادك بشي حاجه خلينا معك واحد لايك، ما كاين مشكل، واكتب لي في لي كومونتير شكون هما الكتب اللي بغيتي نشرح في الفيديوهات الجايه. وفي الاخر كان معكم ساسوري والسلام عليكم ورحمه الله.